كده خلاص يا حبايبي، خلصت الشيش طاووق في منتهى الجمال. وبص الالوان تحفه ازاي. قدمته بقى مع رز بسمتي يا جماعه. ده طبعا وجبه متكامله تنفع لافراد الاسره كلها. اللي عامل دايت هناخد حبه الرز دول كفايه 3 4 معالق رز. احنا قلنا الدايت ما فيهوش حرمان يا جماعه من النشويات. زي ما قلنا هنقلل في وناكل من الاكل البيت يا جماعه عشان ما يبقاش تعب على كل سيده. زي ما احنا اتفقنا هناكل من البيت واكل دايت ونضيف وجميل. وريحه الشوي بقى عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي. واشوفكم دايما على خير. باي باي. ازيكم يا حبايبي، اخباركم عاملين ايه؟ النهارده بقى يا جماعه هنعمل شيش طاووق. شيش طاووق فراخ ان شاء الله. يعني احنا هنعمله، احنا قلنا برضو هنعمل دايت وهنعمل اكل البيت كل ينفع للدايت وينفع لافراد الاسره كلهم. احنا برضو مش عايزين نأزم نفسنا، اي حاجه من البيت هنخس عليها وهتبقى جميله جدا. ولو كل الافراد الاسره يا جماعه ياكلوا منها بحيث ان الام ما تتعبش. ماشي يا حبايبي، هخش على المقادير. معايا نص كيلو فراخ بانيه، نص كيلو فراخ متقطعه شيش طاووق كده صغيره كويسه. دي الصدور اللي حابب، فيه ناس بيعملوها من الوراك بس انا حابه الصدور احسن واسهل وبتستوي معانا وبتدينا تيست عالي وكويسه للرجيم. ماشي، سعراتها اقل شويه. اخش على المقادير. انا معايا بقى طماطم شاري كده صغيره يا جماعه، ومعايا بصل مقطعه ورش عليه ملح وفلفل برده، ومعايا فلفل اخضر كوبي، ومعايا فلفل سبايسي. لو في فلفل الوان كان اوكي ماشي مفيش مشكله. بس احنا بنقول برضو كل حاجه، احنا مش عايزين نأذن نفسنا. الحاجه الغاليه ما نجيش جنبها، نجيب الحاجات الرخيصه، الحاجات اللي احنا نقدر نعمل بيها لاولادنا ونعمل وتبقى برضو القيمه الغذائيه يا جماعه حلوه كويسه، يعني مش لازم الالوان يعني. ماشي يا حبايبي. ودولت بقى البهارات بتاعتي. يعني معايا بصل بودر وتوم بودر، معلقه صغيره يا جماعه من كل حاجه. ماشي، ونص معلقه كزبره وملح وفلفل، ودي جوز الطيب وحبهان وبابريكا، ودي بهارات فراخ يا جماعه. ماشي يا حبايبي، هننزل كلها بيها كده عليها على طول في منتهى الجمال. كله هيبقى سهل جدا. ومعايا بقى برضو نص كوبايه زيت او ربع كوبايه كده، بحيث ان هي ايه، لازم الزيت طبعا يا جماعه انتوا عارفين يطري الحاجه ويخليها كويسه معانا في التتبيله. يعني هو عشان دي ما فيهاش دهون وما فيهاش حاجه، فاحنا هنشويها. فهنحط بقى ايه، كوبايه زبادي صغيره كده قد معلقتين يا جماعه. ماشي، والمكونات الجميله دي كلها هننزل بيها ونقلبها وهسيبه يتبل. على فكره انا حطيت معلقه خل عشان ما عنديش ليمون. انتوا عندكم ليمون حطوا برده ليمونه كده. وهدعكهم كلهم في بعض وهسيبهم في التلاجة لمده ساعه او ساعتين. وانتي برضو عندك وقت من بالليل ممكن تعمليها، بس انا حبيت برضو اوريها لكم كده. هندعك كل المكونات الجميله دي ببعض كده. وريحته جميله. والبصل والثوم بقى البودر برضو جميل. البصل غالي قوي يا جماعه بس هنعمل ايه بقى، الله غالب. فالحمد لله كل حاجه موجوده. نعمل على قد اللي احنا عندنا موجود في البيت يا جماعه. ماشي يا حبايبي. انا عايزه احط برده شويه بابريكا تاني علشان هي كده ايه، محتاجه شويه كمان. ماشي، وهسيبها في التلاجة شويه. وهنخش بقى على بعد ما تاخد وقت كده نص ساعه او ساعه هنسيبها تتبل حلو، عشان هي مهم جدا ان هي تتبل يا جماعه في الصوص بتاعها ده بيبقى في منتهى الجمال. ماشي، وانا برضو نقع العيدان بتاع الشيش الطاووق دوت في الميه، بحيث ان هي لما تيجي تحطيها في الفرن ما تتحرقش منكم. ماشي، خليكم ثانيه واحده معايا وثانيه واحده من الثلاجه بعد ساعتين من التتبيله الجميله بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو، اللي هي الزبادي والبابريكا والثوم وكل المكونات الجميله اللي احنا حطيناها. انا دلوقتي هحطها في السيخ. بحط بصله الاول وفلفل، وبنحط واحده طماطمايه اللي هي الشيري دي، شكلها حلو برضو بتدي تيست حلو قوي يا جماعه. وبنحط قطعه فراخ، ونفس الفكره برضو بنكررها بحيث ان احنا نملى السيخ كده ويبقى طعمه حلو وشكله حلو كمان. هنكرر كل الكميه. انا بوريكم برضو واحد كده على السريع بحيث ان انا كله يخش، اي بنت عايزه تخش تشوف اللي بيتعمل ازاي. هو فكرته لذيذه جدا وخفيفه، وممكن نعمل اي حاجه. في سبايسي كمان ممكن نحطه، الفلفل السبايسي اللي حابب يعني. ثانيه واحده كده نجيب واحده ثانيه اهي، دي برضو سبايسي والالوان جميله.
مش شرط يبقى عندك فلفل الوان يا جماعه، المهم ان اي حاجه موجوده في البيت، زي ما احنا قلنا مش هنأزم نفسنا، هنعمل كل حاجه كده، اي حاجه موجوده في البيت هنعملها، مش يعني بحيث ان احنا ما نكلفش نفسنا ولا نكلف ست البيت في اي حاجه، حاجه سهله وبسيطه وحاجه جميله وتنفع دايت وتنفع لافراد الاسره. واخدين بالكم حبايبي؟ وانا بقى هعمل الكميه كلها بقى وهدخلها الفرن، وثانيه واحده برده هوريها لكم ازاي انا هسويها، وخليكم معايا في فاصل هنواصل. بصوا يا حبايبي انا عملت الكميه كلها. الفكره بقى اللي انا هنحطه يا جماعه، اللي انا ما عنديش الجريل على النار، فانا هعمله في الشوايه اللي على البوتاجاز اللي فوق يا جماعه. انا حطيت ورق زبده عشان ما عنديش ورق فويل برده عشان الصينيه ما تتدهوتش، وعندي انتوا عارفين اللي هي الشبكه الجميله دي اللي بحط عليها كل حاجه، بصراحه بتسهل لي كل حاجه، يعني بتبقى جميله قوي وبتبقى سهله في السوا يعني. ماشي يا حبايبي؟ انا هرصهم كده بحيث ان احنا بقى ايه ما ياخدوش سوا وما يتحرقوش مننا. منظرهم جميل جدا والالوان تحفه والطماطم جميله جدا يا جماعه، واخدين بالكم اهو، حاجه جميله جدا، احلى من المحلات واحلى من اي حاجه. انا بقى هنا ايه الصوص اللي فاضل يا جماعه، حطيت عليه برده هنحط شويه زيت، وهنحط بقى بصي سر الجمال بقى والحاجات الحلوه، هحط معلقه عسل جميله كده ابيض عليهم، بتدي قد ايه بقى، بتدي تيست عالي قوي. هنحطهم كده بحيث ان احنا نديله بس كده ايه طعم جميل قوي مع الزعتر. وحطيت معلقه زعتر يا جماعه، نسيت اقول لكم ان انا حاطه في التوابل بتاعتي زعتر. اوكي حبايبي؟ حاجه بتبقى جميله وريحتها تحفه، وحاجه ما احنا عارفينها ان احنا بنسويها ازاي لاولادنا وفي منتهى الجمال. بصوا الفكره ان هي مش هتاخد معايا سوا، انا هدخلها الفرن بالصوص الجميل بتاعها ده اللي فاضل منه، البهارات بتاعتها كلها، الملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر ومعلقه الزعتر الجميله وجوز الطيب وحبه انا طحنه جوز الطيب يا جماعه مع الحبهان برضو بتدي تيست كده عالي. وبنحطه بقى في الفرن وهنولع الشوايه وثانيه واحده، وخليكم معايا لما نطلعه ثانيه واحده. حبايبي انا حطاها في الشوايه من فوق اهو، انا بوريها لكم. وبص بقى التاكه دي جميله قوي، انا حاطه فحم برضو بحيث ان احنا نديها ريحه البخار وريحه الشوي يا جماعه. نحط شويه زيت كده وهنديها بص الجمال بقى، هتطلع الريحه عليها في الفرن في الشوايه هتبقى في منتهى الجمال. وهنشويها في الشوايه من فوق يا جماعه، دي ما بياخدش وقت جامد جدا، والتست العالي بقى وثانيه واحده. بصوا حبايبي انا طلعته بقى من الفرن، عايزه اقول لكم ريحه الفحم بقى مع الطماطم المشويه مع الفلفل مع البصل في منتهى الجمال ازاي. انا برضو هنقلبها كده يا جماعه على الوش التاني، وهندخله تاني الفرن يا حبايبي، ونحط الصوص اللي احنا برضو حطيناه فيه. معلقه العسل دي برضو بتدي تيست عالي قوي وبتخلي الوش يتحمر وبيبقى طري، يعني الحاجه تبقى طريه مش ناشفه مننا هي والزبادي. وبديله برضو كده يعني بدهن الوش بحيث ان يستوي الجنب ده، وهدخله الفرن وثانيه واحده هنغرفه وهقدمه لكم سوري، وانا اقدمه بقى مع اي حاجه. وخليكم معايا في ثانيه واحده، هدخله الفرن تاني ثانيه.